اتفضل. ربنا يكرمك يا ست الكل ويكتر من امثالك يا رب. وانت كمان اتفضل. ربنا يكرمك ويرضيك يا رب يا ست الكل. الحسن يا استاذه. انا اسفه والله، اللحمه اللي معايا خلصت، بس بكره هعمل حسابك. مش مشكله يا استاذه، كل واحد بياخد رزقه. عن اذنك. اعذرني والله يا اخويا فهمي، بس والله انت عارف يعني امي واخواتي الصغيرين بيشوفوا اللحمه دي من السنه للسنه، وده كيس يعني نص كيلو على القد. ولا يهمك يا يوسف، كل واحد بياخد رزقه. اروح اودي اللحمه واجيلكوا تاني. معلش يا فهمي، اعذرني يا اخويا، اللي سبق كل النبأ. ولا يهمك يا سيعة، ربنا بيقسم الرزق في ميعاده. معلش يا فهمي، حقك عليا. يا طالب الرزق اطلبه من الرزاق. الله اكبر الله اعظم. اللهم صل العصر. ارزقني يا رزاق. شكرا لحضرتك. انا مش عارفه اقول لك ايه، لولا كان زماني ميت. شكرا يا استاذه، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بعتني ليكي عشان انقذك. زي ما تقولي كده، ربنا كاتب لكل واحد ساعته، وانت ساعتك لسه ما جاتش. الحمد لله وشكرا تاني مره. على ايه بس انا عايز افهم حاجه. لا مؤاخذه يعني، واحده زيك قاعده على كرسي متحرك، ازاي نازله الشارع لوحدها وكمان بتعديه؟ اصل انا من ساعه ما اتولدت ما كانش ليا غير بابا، وبابا دلوقتي الله يرحمه، وزي ما انت شايف يعني ما فيش حد هيقبل بيا، يعني ما عنديش ولا عيل ولا تاني، وكل ما اشغل حد عندي يسرقني، فهعمل ايه بقى؟ الله يرحمه يا استاذه. انت عارفه انا من 5 دقايق بس كنت بقول ايه؟ يا طالب الرزق اطلبه من ربنا سبحانه وتعالى. انت عارفه انا احكي لك ربنا بعتني في الميعاد ده ليه؟ من 10 دقايق واحده جت توزع لحمه، بتوزع لنا لحمه يعني كل يوم، فاصحابي يعني اللي معايا اخدوا كل اللحمه وانا ما لحقتش. عارفه انا قلت ايه؟ يا رب انا عارف انك بتدي الرزق في الميعاد. فرحت اصلي، وبعد ما انا طالع من الجامع لقيتك يا استاذه ولحقتك. عارفه كل ده مين اللي عمله؟ ربنا سبحانه وتعالى. ليه حكمه اللي انا الحقك عشان الساعه بتاعتك لسه ما جاتش. بس غريبه يعني يا استاذه، واحده زيك معاها المال ده كله ومش مبسوطه. هتبسط ازاي؟